يلا بينا نعمل الليفت الجميل بطريقة سهلة وجميلة بالشكل ده، والمية الجميلة دي نشربها معاكم. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا حبايبي، الليفت معانا 5 كيلو ليفت. احنا غاسلينهم ومقشرين، بس الحاجات البسيطة دي هنقطعهم بقى معاكم. هنقطع بالشكل ده كده. اللي عايز يقطع بالشكل التقليدي عادي، عايز يقطع بالسكينة دي طرنشات مفيش مشكلة. اللي حابب يعمل اي شكل هو حابه يعمله. بصوا بالسكينة بتاعتنا بنعمل كده اهي بالشكل ده كده اهو. السكينة العادية كلنا عارفينها التقليدية اللي هي كده اهو. هنقطع الكمية بنفس الشكل ده كده. اللفت بتاعنا بعد ما خلص بالشكل ده اهو، شايفين معانا 2 بنجرايه قشرناهم. مجهزين معانا الميه السخنه بتاعتنا، هننزل بيها بالبنجر بس هنقطعه. هنقطع بقى البنجر بتاعنا بالشكل ده كده اهو، هننزل بيه في الميه بتاعتنا. هنجيب الملح الخشن مش الملح الناعم. دول 2.5 لتر من الميه، هنحط عليهم 4 معالق كبار. هننزل عليه فنجان من الخل، معلقه كبيره سكر. هنقلب كل المكونات دي كويس مع بعض. الملح الخشن احسن من الملح الناعم، لان ما بيخليش، حتى لو زودتي في الملح شويه ما بيخليش اللفت بتاعنا يحدق ولا يملح زياده. والسكر عشان نظبط ايه الدنيا ويحافظ على اللفت. نحط معلقه هريسه من الشطه، معلقه واحده بس، عايزه تزودي مفيش مشكله. ده البطرمان بتاعنا معقمينه بشويه من الخل صغيرين. هنحط بقى فيه اللفت بتاعنا. ليه بنحط اللفت الاول؟ عشان خاطر الميه، لو حطينا الميه الاول بعد كده حطينا اللفت، الميه لا تاخد كميه اكتر. لا، احنا بنحط اللفت الاول ونضغط. هنحط بقى الميه بتاعتنا. تاليا اللي ورايا دي تبعد عني. بالشكل ده كده. عايزه تحطي البنجر حطيه، هيزود حمار اكتر. ادي اللفت بتاعنا اهو بعد ما خلص بالشكل ده كده. هنسيبه بقى لمده 5 ايام وهنفتح عليه بعد 5 ايام. اللفت بتاعنا بعد ما خلص بالشكل الجميل ده، شايفينه مستوي جميل ازاي؟ بصوا مقرمش، سامعين؟ مش عايزه اقول لكم على طعمه وجماله. والميه كمان بتاعه اللفت جميله جدا، تتشرب شرب. بصوا رودين عايزه تاكل منه. وميه جميله جدا. وما ننساش لايك وشير ونفعل الجرس في الحاجه بتاعه.